طبعا انا كلمتكم على شويه نشاطات في الكليه، كان منها نيوكلير فارماسي عشان واحد عايز يعمل كارير صيدله نوويه، لجنه التوظيف والتدريب ريكروتمنت تريننج كوميتي، كان فيها جامعات مختلفه من صيدله بتشترك في تبع صيدله القاهره. امبلويمنت فير بنعمله كل سنه، وكان في كورسات تدريب بنديها، لكن دي ما كانتش الخبره الوحيده اللي كانت موجوده. اشتركنا في واحد جات له برده فرص كتيره الحمد لله، كان قدر يتعلم فيها اكتر. اكزامبل عدوت كان منهم الكايرو ساينتفك فارماسيوتيكال ستودنت اسوسيشن، حاجه كبيره قوي، تايتل كبير قوي بس كان مفيد جدا جدا، ومن اجمل الايام اشتغلت فيها. كان فري اوف تشارج طبعا، فولنتري كلها. كان اللي هي الجمعيه العلميه لصيدله القاهره، ودي جزء من الجمعيه العلميه لمصر اللي هي Egyptian Pharmaceutical Students Federations EPSF، وجزء من International Federations Pharmaceuticals IPSF International Pharmaceutical Students Federation IPSF. كل دي بتتكلم ان هي ازاي تطور الصيادله، وازاي تعمل scientific activities educational activities بالنسبه للصيادله ويتعلموا فيها. عندي اكسبيرينس حلو قوي، اشتغلت ديبارتمنت بتاع البي ار، كنا بنعمل شويه اكتيفيتيز حلوه قوي. وانا فاكر حتى وانا بعمل بابليك ريليشنز على الجمعيه العلميه اخدت بعض الريسبونسبيلتي، زي ان اعمل بطوله تنس طاوله، حاجه خالص مختلفه بس كانت مفيده بالنسبه لي، وانا كنت بلعب تنس طاوله برضه بدويه عشان تعرفوني اكتر. بس كانت خبره حلوه جدا انك بتجيب تيمز مختلفه، تعمل اعلان ساعتها في الكليه بحاجات فيري سمول تولز، فتلاقي في تشامبيونز لهم فتره كبيره قوي معتذرين من الكليه وبيرجعوا عايزين يلعبوا، وتقوم بطوله كبيره ضخمه، والناس فولنتيرز يخشوا من الشامبيونز دول اللي عايز ينظم ده، وتعملوا الفردي ودبل وتعملوا تيمز كومبيتيشنز في حاجه. يعني بتعملوا اكسبيرينس حلوه قوي، بتتعلم فيها ازاي تورجنايز حاجه، تحط بلان، تمبلمنت البلان، تحط جادجز وريفريز، وفي عندك اوفرول اكسبيرينس، وتعمل فيديوز دوكيومنتريز وتشير الاكسبيرينس دي مع الناس. الحاجات دي اولدو حاجات سيمبل واي حد ممكن يكون بيعملها، بس الفكره في الخبره انك تجرب ده وتطبق حاجات انت درستها، ازاي تتعامل مع الناس، وازاي تليد تيمز، وازاي تمانج بروجكتس، وازاي تمانج بادجت حتى لو هي صغيره، وازاي تعمل كامبينز وتشوف الريزلتس بتاعتها وتيفالويت. دايما بتطلع نتيجه حلوه قوي وخبره عمليه تقدر تساعدك بعد كده في الخطوات بتاعتك. دي الجمعيه العلميه نتورك اللي اتعلمتها فيها كانت حلوه قوي. تاني اكسبيرينس فيها انا فاكر كويس، كنا داخلين في كومبيتيشن على مستوى الاي بي اس اف اللي هو الايجيبشن فارماسيوتيكال ستودنتس فيدريشن، اللي هو الجمعيه العلميه للصيادله المصريين. فيها كل بقى الجامعات اللي في مصر داخله في الكومبيتيشن دي نعمل بحث علمي. كنت فاكر كنت انا داخل في البحث العلمي ده انا وواحده زميلتي، وداخلين احنا بنمثل صيدله القاهره. كان في منافسه عنيفه جدا ما بين الجامعات. ساعتها الواحد كان فيري جود اكسبيرينس، اخدت فيها المركز الثالث انا وزميلتي. والحلو في دوت مش ان احنا اخدنا المركز الثالث، ان انت احيانا في الكليه بتبقى عندك بقى ثقه في نفسك انك ما حصلتش، وانك اسطوره، وانك جامد، وانك انت ما فيش حد زيك، فبتلاقي ان في ناس اجمد منك بكتير قوي موجوده. دايما حلو ان انت تشوف رول موديل تتعلم منه، وما تقولش ده احسن مني في كل حاجه، بس اخد منه الحاجات اللي ممكن تقدر تطورني واتحرك بيها. طيب اخر ادفايس عايز اقولها لكم في الحته دي ايه؟ لو انت في الكليه النهارده انت محتاج تاخد كورسز، محتاج تطور نفسك وتطبق الكورسز دي وتطبقها احسن في اكتيفيتيز. ولو مش ملاقي الاكتيفيتيز دي في الكليه بتاعتك، دور في الكليات الثانيه من غير ما تضيع وقتك وده وقت المذاكره وتبقى بتعيد في وبتدبلر والكلام ده كله. لا يعني ركز في المذاكره بتاعتك، في نفس الوقت تعمل اكتيفيتيز. وعلى فكره تقدر تعمل الكلام ده، مش انا لوحدي اللي عملت الكلام ده، كان في الاف من الطلبه على مدار السنين كان بيعمل الكلام دوت في صيدله القاهره وصيدلات عين شمس وصيدلات جي سي وكل الجامعات الثانيه اللي موجوده. كنا بنشوف اكزامبل سكسسفول، حاجه ما شاء الله جميله جدا، يقدروا ياخدوا فيها الاكسبيرينس دي ويطبقوا الحاجات دي ان هم في الكليه، مش بعد ما يتخرجوا يبدا الرحله بتاعته which is fine. بس كل ما تجرب ده من بدري كل ما تبقى الاكسبيرينس بتاعتك احسن، ويبقى عندك اكسبيرينس فيها حلوه، يبقى عندك نتورك من ناس كتيره اشتغلت معاهم زيك، بتبداوا الباشن مع بعض، وبتشتغلوا في الشركات على كونتاكتس مع بعض، بتحاولوا تعملوا ريفيرال مع بعض، تساعدوا بعض بعد كده ان انتوا تلاقوا وظايف وتشتغلوا مع بعض، ويبقى عندكم جود اكسبيرينس ان شاء الله. حط ده في دماغك دايما، ان انت محتاج تطور البيرسوناليتي بتاعتك وشخصيتك وتكبرها ايام الكليه. طب في الحته دي بقى اخر جزء، هو ايه المفروض ان انا اعمله لو انا عندي بوينتس اوف سترينثs قويه جدا وعندي بوينتس اوف ويكنس؟ المفروض اشتغل على ايه؟ هتلاقي ناس كتيره جدا جدا بتقع في المشكله ان انا هشتغل على الويكنس الاول. انا هبدا اطور المشاكل اللي عندي واحلها الاول، ومثلا لو انا ما بتكلمش فرنش اتعلم فرنش، لو انا البرزنتيشن سكيلز بتاعتي كويسه بس مش واو فاخليها ابدا بقى اشتغل على الواو. طب انا ما بعرفش اتعلم سيلينج سكيلز فاتعلم سيلينج سكيلز. بصوا انا رايي في حاجه زي كده ايه، انت اسال الناس الاكبر منك ايه الحاجات المهمه جدا كسكيلز عموما عشان تشتغل في مجال الدعايه، او تشتغل في المصانع، او تشتغل في الصيدليات. كل واحد على حسب الباث اللي هو عايز يشتغل فيه، بس هنا عشان بتكلم معاكم في الدعايه وفي الماركتنج وفي الحته دي. اسال زمايلك بيز على البيرسوناليتي اللي عندك، افتح كده يقول لك السكيلز. والله انت المفروض مثلا تبقى تعرف البيزك سيلينج سكيلز وبرزنتيشن سكيلز وكوميونيكيشن سكيلز، وبتعرف بعد كده ليتر اون ليدرشيب. مش محتاجه طبعا في الاول، انت محتاج الاول تشتغل ABC دعايه الاول، تشيل الشنطه
بس محتاج يبقى ايه، عندك تايم مانجمنت، في عندك شويه استراتيجيك ثينكينج صغير جدا، بس اغلب شغلك هو امبلمنتيشنز. بس استراتيجيك ثينكينج ليه؟ عشان واحد ما يبقاش بس بينفذ وخلاص، لا، عارف يعمل بلان للاريا بتاعته، عارف يعرف الكيو الز الموجودين ايه، ازاي اعمل لهم انجيجمنت بلان، اخلي كل الشركه عندي تساعدني ان اعمل انجيجمنت بلان للدكاتره اللي موجوده عندي. فالمهم